مع احترامي لكل يطلع يقول لك صلاح اصابته فشيخه، صلاح هيجي له رباط صليبي في الخلفيه، صلاح جاله شد في الخلفيه فهيجي له رباط صليبي. مع احترامي لكل مع احترامي برضه تاني اللي يقول لك راح فين يا صلاح؟ يا صلاح احنا من غيرك ولا نسوى يا صلاح، يا صلاح احنا من غيرك لا ولا نسوى حاجه يا صلاح. مع احترامي برضه دول. مبدئيا يا عم صلاح انت هتمشي بكره صح؟ لا لا لا، انت هتمشي النهارده وتاخد اخوك النني كده في ايدك وتطلع لانجلترا وما نشوفش وشكوا تاني، ولا في نهائي ولا قبل نهائي. تمام؟ تمام. مبدئيا كده يا جماعه، مبدئيا احنا ما بنشرفش صلاح. خدها وش، احنا كمنتخب مصر لا نشرف صلاح. محمد صلاح مش شايف ال 120 مليون اللي كان بيدعموه من ايام المقاولون، اول ما قلنا في محترف بره ومكسر الدنيا، ال 120 مليون ورا صلوحه. مش شايف اي حد، مش شايف ان الجمهور ال 120 مليون جاب اخره، مش مستحمل ان احنا طلعنا قلنا ان صلاح كان وحش في ماتش موزمبيق، كان وحش في ماتش غانا. لا لا، مش مستحمل الكلمتين النقد. بقالنا 10 سنين وراه، 10 سنين وراه بندعمه، محدش بيتكلم نص كلمه على صلاح. جه في الماتشين اللي احنا كفرانين بنشجعك يا عم هناك وانت بتجيب، بنشجعك هناك يا اسطى وانت فشخ الدنيا في دوري الابطال وفشخ الدنيا في الدوري الانجليزي ومسجل ارقام تاريخيه ومن افضل اللعيبه اللي جم في تاريخ الدوري الانجليزي. بنشجعك. انت لما تيجي بقى مصر تموت نفسك، انت تموت نفسك. ده جاله شد، شد. تغيير يا كابتن، تغيير يا جدعان قسما بالله العظيم الدكتور نازل ما شافش الشد، خلاص غير ويلا روحوا. انت هتقرفونا ليه؟ هو صلاح مش شايف كده، لا صلاح مش شايف حد فينا. صلاح مش شايف حد فينا يا اسطى. انت مش شبهنا مبدئيا، انت يا عم صلاح انت مش شبهنا، انت شبههم هناك. احنا عايزين راجل في الملعب، انت مش راجل في الملعب، انت راجل بتخاف على رجلك. قلنا تاخد شنطه هدومك كده وتغور في داهيه. هتغور في داهيه تعمل ايه؟ اتعالج بقى هناك يا باشا وما نشوفش وش في المنتخب. مع احترامي يعني انا واحد جايب اخري، انا واحد عايز بطوله. بصلاح من غير صلاح انا هصعد واخد البطوله. لو جبت 10 عيال من 10 عيال 2004 2005 مش شارع ما بيلعبوش مش شارع، وربي اللي يقدوا 20,000 مره على اللي صلاح بيعمله، 20,000 مره. هتاخد يا باشا بكره وما نشوفش وشك تاني، تاخد دينتك كده وما تشوفش وشك تاني في منتخب مصر. انت والنني، مع ان النني يعني ليه معزه هنا في القلب، ولكن كلاعب ما بيلعبش. انت ولا لعب ولا مواقف ولا ما تجيش واطلع بقى يا باشا. بص تعالى بقى معايا، ممكن ايه، بص منتخب البرازيل اهو، ممكن تروح لمنتخب البرازيل تتجنس عادي. تروح منتخب مين؟ روح منتخب فرنسا، ناخد كاس عالم واظبط دنيتك. تمام؟ احنا في ظل ما احنا محتاجين الهيرو بتاعنا اللي مفشوخين حرفيا وراه بقالنا 8 و9 سنين. صلاح جه شد. تغيير يا كابتن، لا ده تغيير يا كابتن. انا مش قادر يا كابتن. ليه بقى مش قادر؟ ليه مش قادر يا عم صلاح؟ ما تلعب راجل. وهو انتوا ما بتشوفوش كريستيانو وميسي اللي احنا هو ليه كريستيانو وميسي اساطير يا اسطى؟ ليه دول معزتين مثلا؟ بسبب المنتخب. ميسي يا جماعه اللي بقول لك، والاعلام ابن بيطلع يتكلم محمد صلاح ما حدش بيساعده في المنتخب، محمد صلاح مين بيوصله؟ ميسي خد كاس عالم ب10 خشبات. انا مش في النقطه دي. كريستيانو في 2016 كان بيعيط دموع دم. فين يا عم؟ ده انت جالك شد يا عم، فين انت عمرك ما جالك شد يا عم، جالك شد وقع على الارض. ده الدكتور ما لحقش يبص عليه دقيقه، ما بصش عليه دقيقه يا جدعان، دقيقه واحده ما بصش. تغيير طياره. انا ماشي قبل نهائي يا ابني، واقسم بالله احنا ولا محتاجينك في نهائي. انت لما طلعت من المنتخب، احنا حسينا في ماتش غانا اللي فات، احنا حسينا ان في حته كده من روح حسن شحات. عارف انت الحته دي 2006 2008 2010؟ عارف انت الروح ديت اللعيبه الرجاله حسيناها في اخر نص ساعه كده، لما امام عاشور فاق وتريزيجيه نزل ومرموش فاق، حسيناها لما انت ده مشيت. فانت يا باشا هتاخد هدومك ودنيتك وتجيش تاني منتخب مصر، نوصل نهائي تعتزل يعني عايز اكسب بقى الماتش الجاي، اللعيبه تنزل رجاله، عشان مش محتاجين صلاح في حاجه.
زيزو هينزل هيولع في نفسه يأدي، مصطفى فتحي هيولع في نفسه. اي لاعب في بتجد على الفيس، تقول لك تتوقع مين بديل صلاح؟ ده لو نزلته لا يأدي. خلاص يا صاحبي، صلاح بتاعنا احنا ابن بلدنا، خلاص راح. في عز ما المنتخب محتاجك في بطولة علشان تكمل البرواز الكويس اللي احنا حابينك تبقى فيه، انت بتخلع. طب تمام، خلعت، ما نشوفش بقى وشك تاني مع المنتخب. البطولة دي ناخدها بإذن واحد أحد، البطولة دي هناخدها، وهتكون عند في صلاح ولما يتقهر. بس انا عايز بس يبقى في اداري في المنتخب، رجاله كده، رجاله. الراجل مصاب يطلع ليه على ليفربول؟ ليه يطلع على ليفربول؟ يعني انت مش مصاب في المنتخب، ما تتعالج في المنتخب يا صاحبي، اتعالج بره. هنا ليه؟ لان انت تيجي على طول على منتخبك. ايه اللي هيوديك انجلترا؟ وحتى انت تروح تتكلم، يعني يا ديني النبي على العقليه اللي بيطلع يتكلم على العقليه، يقول لك احنا عقلتنا وقلنا صلاح ده خلاص المينتاليتي بتاعته كريستيانو وميسي، وهيحافظ وهيحب وهيجمع جمهور وهيعمل. يا ابني انت لو كنت استنيت لبكره، خسرنا بكره كنا خلاص خلصنا. خلاص بقى امشي بقى انت عادي، مش يمتك، انت راجل مصاب وخرجنا، ما حدش هيكلمك ولا حد يقدر يفتح خانكه. بس انت يا حبيبي من كتر ما هي خلاص يعني غمت عينك حرفيا، وانت مش طايق المنتخب ومش حبيبنا ولا احنا حابينك، وجبنا اخرنا منك حتى ما وجبنا اخرنا منك. اكمل لك بقى الكلام عشان ما انتوش. وجبنا اخرنا منك، انت جاي تتكلم دلوقتي للمنتخب عنده ماتش بكره، بتربك الدنيا، بتخلي الدنيا متشتته عشان يطلعوا بكره ونقول محمد صلاح ما كانش بيلعب، علشان كده محتاجين محمد صلاح في المنتخب. وتلف وتدور وتقول لك لا احنا خسرنا عشان محمد صلاح ما كانش موجود. يا جدعان حرفيا لا اللعيبه بكره تبقى رجاله، وغصب عن صلاح هتكسب، وان شاء الله البطوله دي لينا. تمام؟ انت لو بتفهم يا عم صلوحه كنت استنيت الماتش بتاع بكره. لا قدر الله خسرنا، بعد الشر خسرنا او تعادلنا، يا جماعه والله يا جماعه انا مصاب هطلع تعالى، ما حدش كان هيكلمك لان انت كده خسرت او طلعت عن 90%. طلعت لو تعادلت تعملها كده يا باشا، كنت تعملها كده كان هيبقى شكلها حلو، شكلها متبروز، شكلها لطيف، مش هتزعل ده وتزعل ده. انا عايز بقى اعلامي راجل ابن راجل يطلع يبرر اللي صلاح بيعمله. كابتن احمد عبد المعطي محلل الكبير قوي اللي احنا بنتعلم منه كشباب صغير لسه طالع بيحلل وبيتكلم في الكوره، بيقول له صلاح ارجع يا صلاح، انت بتعمل ايه يا صلاح؟ لا يا كابتن انا بحترمك او بس ما ينفعش يا كابتن، يا كابتن يغرف زيزو برقبته يا كابتن في المنتخب، والله زيزو برقبته. لعب تريزيجيه ومرموش ولا زيزو تحتيهم ومصطفى، لعيبه رجاله. احنا منتخب مصر مش عايزين لعيبه ولا لعيب محترف ولا لعيب، انا عايز لعيب راجل محترف زي مصطفى محمد ده بيديني حته زيدان. شوف زيدان يعني انا عايزك تبص زيدان كده لما كان بيلعب مع المنتخب. شفت انت اللي كان بيلعب في بروسيا كان بيجي يمرمط نفسه يا جدعان، محترف مصر بيلعب في بروسيا ومفشخ الدنيا في بروسيا دورتموند، جاي يمرمط نفسه مع المنتخب، جاي يمرمط نفسه زي مصطفى محمد ما بيعملها وتريزيجيه بيعملها ومرموش مؤخرا بيعملها. ايه عايزين نفوق بقى من اللي احنا فيه ده. صلاح مين يا عم اللي هنقف عليه؟ صلاح مش هنقف عليه. عايزين بقى نقوم كده ككره مصريه، عايزين نقوم كمنتخب، عايزين نرجع يا جماعه، او مش عايزين نتكلم في حوار المدرب ده دلوقتي غير لما نخلص البطوله، وبعد البطوله بقى نقف ونحاسب كل واحد على اخطاء، وهنقول لك المدرب يمشي وغصب عن اي حد في المنتخب، يا حسن شحاته يمسك يا حسام حسن. واحد يقول لي حسن شحاته كبر، حبيبي كوبر اكبر من حسن شحاته، يا اما حسام حسن. راجل مدرب راجل هيعرف يسوق اللعيبه اللي بتدلع. ربنا يحرق دمك يا ابني زي ما حرقت دم ال 120 مليون، لا دم ال 110، عشان في 10 كده بيطبلوا لك. استنوا فيديو بقى يا جماعه بكره ان شاء الله احنا كسبانين، يعني كسبانين وهيبقى هيستيري تحفيل بكره باذن واحد احد. متنساش اللايك والسبسكرايب وشيروا عشان نشوف فضيحه حمو صلاح يهرب من المنتخب، تبقى تعالى بقى في النهائي عشان الجمهور تفشخ في المدرجات.